السلام عليكم. قصتنا النهاردة من أجرأ وأبشع الجرائم في مصر. الجريمة اللي هنسمعها النهاردة فيها تفاصيل وحاجات غريبة، أحداثها فعلا مستحيلة. احنا هنشوف العجب في القصة دي، قصة العجوز وشيماء. هيئ الجو وهات مشروبك المفضل، وإن شاء الله يكون الفيديو ممتع. وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نبتدي القصة. سنة 2016 في مصر بالتحديد في الإسماعيلية، مع أسرة مكونة من 4 أفراد، الأب والأم وولد وبنت. وفي يوم من الأيام وبالتحديد في شهر رمضان، الأسرة دي كانوا متجمعين في البيت وقاعدين بيفطروا. وفجأة وهم قاعدين بياكلوا، الأب بيمسك بطنه ويقع على الأرض ويصرخ بصوت عالي ويتألم. ولاده ومراته واقفين حواليه مش عارفين ايه اللي بيحصل، والراجل عمال يصرخ لحد ما فجأة أغمى عليه من كتر الوجع. مفيش لحظات الأم بتبص جنبها، لقيت ابنها وقع على الأرض وفضل يصرخ زيه بالظبط. مع عداش ثواني بدأت البنت تتوجع هي كمان. فورا الأم خرجت وفتحت الباب وفضلت تصرخ، وجريت وهي مفزوعة عمالة تخبط على الجيران علشان يلحقوها. وهي كانت بتجري وبتصرخ وعمالة تخبط على الجيران، بدأ يظهر عليها نفس الأعراض، وقعت على الأرض وأغمى عليها. لكن الجيران كانوا استجابوا فعلا لاستغاثتها، وطلعوا شافوا الموقف وبلغوا على طول الشرطة والإسعاف. وفورا جت الإسعاف ونقلوهم هم ال4 للمستشفى. ولكن للأسف الأب كان مات، والأم وابنها كانوا في العناية المركزة، والناجية الوحيدة بنتهم واللي كان اسمها شيماء وعندها 13 سنة. الدكاترة بدأوا يسألوها ايه اللي حصل يا شيماء. قالت لهم ان احنا كنا قاعدين متجمعين على الفطار، كنا بنفطر كفتة. كلهم بدأوا انهم ياكلوا كفتة، وكانوا كفتة بكميات كبيرة، الا انا ما كنتش بحب اللحمة، علشان كده كلت حاجات بسيطة. مفيش لحظات لقينا ابويا بدأ يتوجع وقع على الارض. فحكيت لهم كل اللي سمعناه. الدكاترة لما سمعوا الكلام ده أدركوا على طول إنهم قدام حالة تسمم غذائي. لكن الدكاترة استغربوا، والتسمم الغذائي هيموت الراجل بالسرعة دي؟ وغير كده إن الدكاترة لما بدأوا يركزوا في الأعراض اللي ظهر على الأب، لقوا إن بدأ يظهر عليه علامات تسمم قوية، زي إن بقه لونه اتغير وبدأ يخرج منه رغاوي كتير. فالدكاترة شكوا إن الموضوع غريب، وعلشان كده بلغوا الشرطة.